نرمين ناوية تولع في البيت. لا خلاص 5 دقايق هتلاقيه. ما هو اهو باينه بدايه القصيده لا، ما أنا هتولعي فين. جبت لك النهارده يا نرمين فيديو جديد للبطاطس. طبعا انت عارفه ان الطريقه دي من انواع البطاطس تبقى صعبه جدا. مش هنعمل بطاطس. لا هي يا دوبك عدله. تقومي بقى بيقول لك ايه، بدل ما تقرفي نفسك كست بيت وتبداي خطوات وخطوات، قال لك تعملي ميكس على بعضيه. انا مش عايزه اعمل بطاطس يا بنت اصبري بس، تعملي ميكس على بعضيه والنتيجه تبقى مبهره زي ما انت شايفه. لا مش هتطلع كويس. هتطلع رائعه. انت بس يعني نجرب واحكمي. طب نجرب حاجه غير البطاطس. انت بتقولي ايه؟ لا وانا بقول لك هتنجح. لا مش والفيصل بيننا احنا الاثنين الطريقه، هنجرب ونقول حلو ولا وحش. ماشي يلا نجرب. كل اللي هنحتاجه في الوصفه نشا وبطاطس. وطبعا هو كان حاطط ماده بيضاء، احنا قلنا انها نشا، بس انتوا لو ليكوا راي تكتبوا لنا في التعليقات. لا هي نشا. وما تنسوش تعملوا لايك للفيديو. قشرنا البطاطسايه وقطعناها صوابع. شفت بقى نرمين جاهزه عشان خاطر ما نطولش عليكم عشان انتوا حبايبنا. ولعت لكم في الزيت. نسيتوا على البوتاجاز جوه. طبعا هي بدايه القصيده مش كويسه. انتوا شايفين الدخان اللي خارج من الزيت؟ هي نسيته على النار بقاله شويه، فتقريبا هي ناويه تولع في البيت. نرمين ناويه تولع في البيت. لا خلاص 5 دقايق هتلاقيه. ما هو اهو باينه بدايه القصيده هتولعي فين. لو حطيت طبعا ده محتاجه واحد ذكي يقوم رامي بطاطسايه يعمل كل الحريقه دي. هنستنى لغايه الزيت ما يهدى ونجرب الوصفه. واول خطوه ان احنا هنحط النشا في الزيت. دول قد ايه نشا؟ ما اعرفش، انت جبتي لي شويه. يعني حوالي 2.5 معلقة كده. الزيت كده هادي شويه بدل الحريقه اللي كنا هنعملها في البيت. بصوا هديله بس تقليبه. ما خلاص يا نرمين، ما قلبناه. احط البطاطس ولا ايه؟ حط انت. ايوه احط واجري. يا شيخه كده الزيت هدي. حط يا عم. ونحط البطاطس مع النشا مع اهو عماد انت بقيت شجاع. انا بخاف قوي، ما اعرفش الزيت ده بيعمل لي فوق. على فكره انا طلعت تقريبا عندي مشكله وانا صغير في الموضوع. وهنسيب بقى البطاطس بقى ايه تتحمر ونشوف النتيجه بتاعتها هتطلع مقرمشه زي اللي بنعملها بدقيق ولا لا. انت عارف دي بتفكرني بايه؟ فاكر اللي هو الفراخ اللي عملناها قبل كده، الأجنحة اللي احنا عملناها بالنشا. وده شكل البطاطس بعد ما اتحمرت. بصوا كريسبي جدا على فكره. بس انا مش عارفه الزيت ده. طبعا الزيت زي ما انتم شايفين حالته بيتكرب. يعني اخري اقلي فيه بطاطس وبانيه ومره واحده تاني وخلاص. بصوا كريسبي ازاي. يعني ايه، مش عايزه اقول لكم. بصوا بقى هي كريسبي جدا على فكره. رش التوابل خلينا ندوق. بس رش التوابل. أيوة. كده يا جماعه هي شكلها مغري، يعني هي محمره اكتر من التحمير العادي. يلا ندوق. يلا ندوق. سامعين الصوت؟ تديها كام يا نرمين؟ بالنسبه لي تاخد 10 بطعمها. لكن عشان وسخت الزيت دي ان انا مش هستهلك زيت كتير، فانا اديها 6. انا كمان هديها 8 بس عشان انا بحب البطاطس المحمره. صراحه هي كريسبي جدا خطيره. اللي هيجربها هيتبسط. حلو قوي لو انتوا عملتوا مثلا 3-4 كيلو، لو عندكم ناس او ضيوف. حمروا الزيت مش هيبوظ لان انت كده هتقلي فيه كميه كبيره. ايوه. فاعملي الخطوه دي هتتبسطي فيه على فكره. لكن لو هتعملي حبه صغيرين بطاطسيه لا طبعا زي لا انت الزيت بتاعك هيبوظ. دي عايزه كميه مش حاجه قليله. بالظبط. وممكن تعمليها كده وبعد كده تروح حاطه فيها اجنحه برضه هتبقى حلوه. ده كانت الوصفه بتاعتنا النهارده. ما تنسوش بقى تعملوا لايك للفيديو، تسيبوا لنا تعليق تقولوا لنا هتجربوا الوصفه ولا لا، وتعملوا سبسكرايب للقناه، ونشوفكم مع فيديو جديد. باي.